لكن محمد سعد اضاف حاجات ما عملهاش عادل امام اطلاقا ولا سمير غانم. محمد سعد عمل حركات بهلوانيه خطيره جدا بتفكرني بتوم وجيري. حاجات كده بهلوانيه فظيعه، واصبح جسمه بيشكل حاجات في كل مره تشكيلات غريبه بالفيزيكال فيتنس بتاعه انا ما شفتهاش من حد خالص. ده اول تجربه ليك يا محمد سعد؟ لا طبعا، عملت معاه مسرح وسينما ودراما قبل كده. في بينكم تجاوز بحس انت طبعا انا بحبه قوي، يعني انا يعني في بينا، يعني انا بشوف ان هو من اهم المواهب اللي انا شفتها في حياتي او الاهم على الاطلاق. موهبه كبيره يعني جدا يعني. وعمل مين من صحابك الفنانين ممكن تقول عليه بجد انه معجون تمثيل؟ محمد سعد. محمد سعد تحيه. محمد سعد اللي تحيه ده يعني الامس يا جماعه. محمد سعد عمله ده واحد على مليون من امكانياته. يا سلام. والله انا بشهد. حلو الكلام ده جدا على فكره. واحد على مليون من امكانيات محمد سعد. انت مين بيضحكك وانت بتشتغل معاه فتحي؟ يعني اللي هو يعني مثلا ممكن يضحكك وانت بتصور معاه بتعيد معاه في حد كده؟ واحد بس. مين؟ محمد سعد الليمبي. انت كنت لسه قايل لي فاكر عندنا كانت الوضع من 3-4 ايام. موهبه استثنائيه. وايه اكتر حاجه بتحبها له؟ اللي بالي بالك ده موضوع مش انسان. صح. لا انا قعدت لحد النهارده بتكتير بعد كل هذه السنين ضحك يا جماعه. واللي بيعجبني برضه ليه التفتح الاولاني طبعا مش طبيعي، طبعا كاركتر مش طبيعي. انا بالنسبه لي كمان نص الفيلم الاولاني عياط ضحك. ايه ده؟ بوحه. انا بالنسبه لي بوحه من العلامات. بوحه من العلامات. ومثلت مع مسرح بكى الدهنه. مش قادر كنت بضحك على المسرح. الليمبي فعلا بيضحكك في حاجه محمد سعد؟ مشكلتي ان انا صريح بكل الامانه. الاكثر موهبه اللي انا شفته على الحقيقه محمد سعد الاكثر موهبه. بس انت بتشتغل مع كوميديانات كتير ممكن يزعلوا منك. لا ما يزعلوش، ربنا مدي لكل واحد حبه. واحد مديله موهبه كده ومديله، في واحد ربنا مديله موهبه قد كده. محمد سعد موهبته كبيره مش بكلام انا. محمد سعد اول واحد في الوطن انا شفت بعينيا. انا سافرت سوريا. انا مره حصل موقف قلنا في سوريا الكلام ده سنه 2010، فنازل كنت ساعتها بدخن، فنازل اشتري سجاير من كشك قدام البيت اللي انا ساكن فيه. عمال اكلم الواد يضحك قوي بعد اذنك، ويضحك ويقع على الارض ويقوم ويضحك مش شايفني. فقلت له يا ابني انا واقف بقالي كتير. قال لي شو الليمبي؟ قلت له الليمبي؟ قال لي الليمبي. شوف قد ايه عايش مع الشخصيه. لا قوي جدا جدا جدا، ولكن يعني انا اختيارات ما او ظروف ما تانية كان محمد سعد لازم يبقى رقم واحد في الوطن العربي. يعني من الاخر الكوميديان هتلاقيه دايما بيتميز بحاجة معينة وبينتمي لمدرسة معينة، إلا الراجل اللي بنتكلم عنه النهاردة ده بيتميز بكل حاجة وليه مدرسته الخاصة. بالنسبة لي دي أكتر مدرسة كوميدية خاصة بالكوميديان بتاعها وملهاش شبيه في تاريخ السينما المصرية، ومش مبالغة دي حقيقة، لأنه اللي بيعمله الراجل ده أساسا ملوش شبيه. محدش يعرف يقدم اللي بيعمله الممثل ده. هتلاقي جسمه عامل زي الجيلي كده بيلعب لوحده، لو قلت له اعمل لي كنبه يعمل لك كنبه عادي. راجل موهبته فذه، مش هبالغ لو قلت انه افضل ممثل في جيله من ناحيه بقى رقص، من ناحيه غنى، من ناحيه تمثيل، بس اختياراته هي اللي موديه في داهيه. المنتجين كمان مودينه في داهيه. في الحلقه دي بنتكلم عن ممثل اضاف للكوميديا حاجات جديده ما عملهاش سمير غانم ولا عادل امام. محمد سعد اضاف للكوميديا حاجات جديده ما شفناهاش لا من عادل امام ولا من حد قبله ولا سمير غانم. الاطفال بيعشقوه. انا عن نفسي لما عاوز اضحك اقعد لمحمد سعد، حركاته اللي بيعملها تخليه زي اللعبه، لا اقعد اضحك. بص رغم ان انا فاهم اللعبه لكن هو بيبتكر وينحت حاجات ما تجيش على بالك. ايه الهبل اللي بيعمله ده؟ بس تموتي من الضحك. والممثل العبقري ده هو محمد سعد. فليه محمد سعد واحد من افضل الكوميديانات في تاريخ السينما المصريه، واللي هو كوميديان مش طبيعي. السلام عليكم، اهلا بيكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. محمد سعد موهبه لازم نقف عندها ونقدرها ونرجعها كده، لان بكل تاكيد اللي الممثل ده بيعمله محدش في مصر بيعرف يعمله. بس كده اللي انا قلته لك ده كفايه انه يثبت لك حجم الموهبه اللي احنا داخلين عليها دي. نبتدي بفيلم عليش دخل الجيش. فيلم عليش دخل الجيش هو اول ظهور لمحمد سعد في السينما مع الكوميديان الكبير يونس الشلبي. طلع في مشهد واحد، بعدها شارك في مسلسل الامام مسلم، بعدها كان بدايه اول بصمه حقيقيه لمحمد سعد وهي مشاركته في فيلم الطريق الى ايلات. قبل الفيلم ده بسنه كان
كان محمد سعد بيفكر في الاعتزال وبيشوف اي شغلانه تانية، بس من بعد الدور ده رجع في كلامه وبدات ملامح محمد سعد تعرف. شارك سعد بعدها في مسلسل ايام المنيره بشخصيه زنجر، مش عارف ايه الاسم ده، هتقول يعني بوحه وعقل وتتح ده اللي عادي. هقول لك عموما هو محمد سعد بيختار اسامي شخصيات غريبه عشان تبقى مميزه وتعلم مع الناس. في اواخر التسعينات شارك سعد في مسلسل من الذي لا يحب فاطمه والجنتل وامراه 5 رجال، بس دي كلها كانت ادوار عاديه لحد ما جات له ضربه الحظ سنه 2000، الشخصيه اللي اتعرف بيها محمد سعد بعد كده، وبتجيله ضربه الحظ على ايد المخرج الكبير شريف عرف. نرجع بقى 25 سنه ورا كده سنه 2000، ايام ما كان فيديو كليب قمرين مكسر الدنيا، وعندك افلام كتير كانت نازله تقيله في الموسم ده زي فيلم ثقافي وارض الخوف وافلام تانية كتير. فيلم الناظر في الاول كان هيتعمل من غير محمد سعد، بس شريف عرفة كان عايش شخصيه كده تعلي من جرأة الكوميديا اللي في الفيلم. طلعوا شخصيه الليمبي من الدرج وكانوا عايزين ممثل صايع من منطقه شعبيه يجي يعمل الشخصيه دي. سبحان الله، انت ما تعرفش ربنا مخبي لك الخير فين. خلق الليمبي الليمبي. وهو الليمبي ده الحقيقه ما كانش موجود في الفيلم اصلا. يعني بعد ما اتكتب السيناريو انا حسيت هو القصه بتاعتي وبعدين حسيت بعد ما خلصنا السيناريو انه عايزين شخصيه كده. فكذا حد جه يعمل كاستنج لدور الليمبي ده، منهم محمد لطفي ومحمد شرف، بس سبحان الله تحس ان الشخصيه فصله على محمد سعد اللي هو مستحيل حد غيره كانت تليق عليه الشخصيه دي. ربنا الهم احمد عبد الله ان يبدع في كتابتها، وجه محمد سعد اضاف على الشخصيه ابداع اخر من تجسيده لهذه الشخصيه، فاصبح الليمبي ترند موجود في وسطينا، ما يقلش عن الاعمال الكبيره قوي اللي عملوها النجوم في العالم محفوظه لغايه النهارده. اتعمل له اوديشن، انا افتكر ان احنا جبنا محمد لطفي ومحمد شرف ومجموعه كبيره قوي من الممثلين يعملوا اوديشن لشخصيه الليمبي في فيلم الناظر، وبعدين اقترحنا محمد سعد. دخل الاوديشن محمد سعد لابس جاكيت ابيض كده، التيكت موجود فيه فاحنا طبعا فاكرين ان هو لسه شاريه جايبه من الملابس من المكتب عامل حاجه، هو جاي راسم انه هيعمل الليمبي ازاي. هو طبعا قراه وقعد مع احمد عبد الله وذاكر وبتاع، وكان الله يرحمه علاء ولي الدين قاعد معانا في الاوديشن ده. اول لما نطق من بقه احنا بقينا على الارض. محمد سعد قدم الشخصيه وفيلم الناظر نزل وكسر الدنيا، وشخصيه الليمبي جابت صريخ ضحك وكسرت الدنيا هي كمان، والناس خرجت من السينمات بتسال على محمد سعد ده هو عمل ايه قبل كده، ومحدش كان مصدق ان اللي عمل الطريق الى ايلات ده هو الليمبي من عبقريه تقمصه للشخصيه. اول شخصيه تكسر الدنيا في تاريخ السينما في فيلم ويتم انتاج فيلم بطوله مطلقه ليها كانت شخصيه الليمبي. يا حماية الجراح يا حماية ايه في انتوا قاعدين ساكتين ليه؟ انتوا جايين فرح واحد محروق هيقصوا. قوم يا بنت اعمل لنا كوبايتين شاي. يا لهوي ياما عايز تقومني من الكوشه اللي نتفرح يا لمبي. امال قعدوا يعني جنب امك. قوم يا بنت اجري. ما يصحش المدام يا استاذ لمبي. راجل بقى مدام ولا بكلام فرح، ده انت انضف واحد جال الفرح. الله يخليك. يلا بنت اجري اتكل على الله. علينا ولا ايه؟ يا جدعان واحد الله في قلبك يا لمبي، ده انتوا سارقين قاتلين شاربين نايمين مع بعض ولا بيصونوا اللقمه الحرام. نيلي هقولهم لك شرقان هتقولهم لي نيلي هقولهم لك شريان ودي اقولها في رمضان؟ رمضان ايه يا ابو؟ افتح ايدك يا ابو صلاح. اخر مره. افتح 5 عصيان واللي تجلب ضربه مطوه في وشك. اخر مره يا استاذ لمبي، اخر مره. كده الراجل ده عارف ضربني كاراتيه كويس ولا لا؟ ابو صلاح انت ما بتثقش فيا. ابو صلاح انا بعد الحصص الصياعه اللي انا علمتك فيها اللغه دي في حد قدر ابخ فيك خالص. طب خلاص انت عارف ميخا ده؟ شفت فيلم الراس الكبيره؟ انا شفته. ده راس اكبر منه. ده ابو صلاح. ايوه هو ده ميخا صلاح اللي انا كلمتك عنه. عايزك تعلمه كام حركه كده على كام نطه عشان يدافع بيها عن نفسيته. ودعوا يا لمبي. اشوف وشك على خيرة الله. اللي هو في ايه اللي هيحصل يا لمبي؟ إن لله وإنا إليه راجعون يا أبو صلاح. لمبي يا لمبي. هو ده الواد أبو صلاح؟ أيوه. خلص وحصلني. خد يا لمبي. بلا لمبي بلا زفت. السنة اللي بعديها قدم أول فيلم بطولة مطلقة ليه، وهو الفيلم الكوميدي البسيط قوي 55 إسعاف شخصية مرعي. سنة 2002 ينزل محمد سعد بأول بطولة مطلقة ليه حقيقية، ينزل بفيلم الليمبي. وفي السنة دي أو في الوقت ده كان في 3 بس عليهم المنافسة، عادل إمام ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين. بس في الفترة دي كانت إيرادات الشباب غطت على إيرادات الجيل القديم بسبب النقلة اللي عملها هنيدي بصعيدي في الجامعة الأمريكية، حقق 27 مليون جنيه ساعتها. وهو أول واحد ضرب الباب للجيل الجديد، يعني هو الكبير بتاع الجيل الجديد. هنيدي أول واحد دخل في صعيدي في الجامعة الأمريكية.
هو اللي ادى فرصه انه الله ده انا كمان اطلع وممكن يبقى في بطوله، الله ده انا ممكن كمان اطلع. يعني هو اول واحد زق الباب برجله ودخل. فايه اللي حصل بقى لما محمد سعد نزل بالليمبي؟ فنزل محمد سعد بالليمبي كسح الدنيا. لا، وكان نازل قدام مين؟ عتاولة هنيدي بصاحب صاحبه اللي حقق 7 مليون جنيه ساعتها، الفيلم اللي ما نجحش يعني فرق 16 مليون جنيه بينه وبين محمد سعد اللي حقق 23 مليون جنيه بفيلم الليمبي. فانا ما كنتش متعود ان فيلم ما ينجحش. يعني قبلها مش عارف وعايش عادي ونازل صاحب صاحبه ومش عارف ايه، فجاه لقيت الله 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 في ايه؟ ايه اللي حصل؟ فخلاص عرفت حصل حادثه اتوبيس دخل في عماره. وساعتها عادل امام كان نازل بامير الظلام اللي حقق 8 مليون جنيه، يعني نفس الفرق برضه. فايه اللي حصل؟ فين بطاقة؟ ما بشيلش بطاقة. ما بتشيلش بطاقة ليه؟ ما عنديش جيب ورا. عبيط يعني تفكر معايا. لا ساعتك معايا كارنيه. ايوه كارنيه ايه ده ان شاء الله؟ كارنيه مركز شباب نادي الحبانية. وبتلعب ايه بقى في نادي الحبانية ده بقى؟ كرة ناء. بس يا حبيبي خلاص بقى يلا ينفع كده الكلام ده؟ علاش يا حبيبي يلا. كده بقى حضرتك نعم متأكد من سلامة الكبدة دي؟ حضرتك بتصلي على النبي الكبده دي طازه ولسه الحيوان مقتول دلوقتي والكبده خارجه من بطنه سعادتك والكبده طازه ولو مش مصدقه دوق السجق سعادتك وعندنا شهاده من الصحه والنظافه من الايمان يعني والنظيف سعادتك بيقعد في المكان النظيف والوسخ بيقعد في المكان الوسخ. ممكن اقول لسعادتك حاجه؟ الراجل ده بيعمل كبده 100 الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. انت مال امك مال امك انت. الكراسه الصفراء أنا بعوض عليا عوض الصابرين. طالب القرب منك اما انت قربت ولا تيجي تقعد على حجري في ايه؟ مش وين كويس يجري بالراحه كويس يجري وانت واحده وانا واحده انت واحده وانا واحده انت واحده عاوز الليمبي يقف يبيع كبده. خلاص اطلع معايا شغلانة شرم الشيخ ونويبع. تصبح على خير. اتخيل مدري مش القربة مخروبة وتخرج على دماغه. غرقنا الأوضة بقى. لسه على دخلتك بعت يجيبوا لي الدواء من الأجزخانة والناب. أرجعه والسكر يعلى عليا؟ لا يعلى عليكي خليه يعلى عليا أنا بعز عمك بخ أبوه مات. كتر خير. يما عيب بقى أنا عارف الموز ده عايز إيه أمور إيه؟ You speak English? إيه؟ You speak English? Yes, I'm donkey. أنت معاك كام؟ 400 جنيه. 400؟ وأنت معاك كام؟ واللي هناك ده كام؟ 100 واللي جنبه أبو طربوش أبيض. الله يرحمك يا أبا. عجزت قوي من يوم ما مت. أنا طالب إيد مامتك على سنة الله ورسوله. وأنا اللي فتحت لك بيت واعتبرتك أب من أبهاتي. الفرح خلاص يا أمه. والنبي ده ربنا نجادها نوس. اجري واد استر نفسك وحصلني أنا لابسة ريحان. يعني في قفل إن الفرح ما فص؟ مع السلامة عليكم. ينزل السنة اللي بعديها بفيلم اللي بالي بالك اللي جاب 20 مليون جنيه في السينما. وقتها لسه محمد سعد الممثل رقم 1 في مصر من ناحية الإيرادات ومن ناحية كل حاجة بقى، وبالأخص الموهبة. محمد سعد من أفضل المواهب الفنية اللي جت في تاريخ جمهورية مصر العربية، ممثل خارق للطبيعة، موهبة جبارة وتستطيع تجسيد أي نوع من الشخصيات سواء تراجيدي او كوميدي. ممثل متكامل، بيعرف يرقص لا وكمان بيعرف يغني وصوته حلو. كل واحد من نجوم الكوميديا اللي في جيل سعد بيتميز بنوع كوميديا مختلف. محمد هنيدي ليه مدرسه، احمد ادم ليه مدرسه، هاني رمزي ليه مدرسه، علاء ولي الدين ليه مدرسه، احمد حلمي ليه مدرسه. لكن مستحيل تحط اي حد من النجوم دي جنب محمد سعد من ناحيه الموهبه، لانه هيكون فارق عنهم وبمراحل. ده غير ان محمد سعد صاحب المدرسه الاصعب في الضحك. الراجل بيضحكك بكل عضله في جسمه. فيلم اللي بالي بالك ده مثلا رائعه من الروائع الكوميديه اللي عملها محمد سعد. مستحيل حد يقدر يفرق بين شخصيتين كده او يجسد شخصيتين عكس بعض تماما في فيلم واحد بالاتقان ده. هو صاحب موهبه فذه وجباره. محمد سعد هو فيلم اللي بالي بالك ده كان اعلى فنيا من الليمبي من ناحيه كل حاجه بقى. وائل احسان في اللي بالي بالك باين قدرات اكتر كمخرج عن فيلم الليمبي اللي كانت ميزانيته ضعيفه جدا، ما خلتوش قادر يظهر قدراته كمخرج.
المهم في سنة 2003 ابتدى هنيدي يريح كإيرادات، وابتدى الزعيم يفهم الشباب عايزين ايه، فجاب 4 شباب معاه في الفيلم سنيدة، وجاب مزة لبنان في الوقت ده نيكول ساب، وعمل بيهم التجربة الدنماركية سنة 2003 وجاب 13 مليون جنيه. ابتدى الفرق يبقى بسيط بس لسه برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمه لا تفيد. واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انت. يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي مش عايز دي في دي؟ دي في دي نجيب لك دي في دي. هو متهيألي عنده بساطين كفايه، مش محتاج الدي في دي ده. يا نهار اسود يا نهار اسود خرب ازاي؟ انا له كوبايه ليموناتو. مش عارف اتوب. تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس مالكش دعوه بيا انا. رياض باشا بس. ايوه رياض باشا. انا رياض باشا بس. سيبنا بقى من اللي بالي بالك. دلوقتي معانا عوكل برو عبد التواب الجن ست والحاج قطوطه. انا شايف من وجهه نظري ان الفيلم ده اكتر فيلم بذل فيه محمد سعد مجهود ابن لذينه، مجهود جبار بشخصيه قطوطه دي لوحدها تفرهد اي حد. محتاجه سنه او اكتر لممثل تاني غير محمد سعد عشان يقدر يطلع الشخصيه دي، ده لو قدر يعملها. الراجل ده يا جدعان بيتمتع بموهبه استعراضيه جباره، مفيش كليب بالاغنيه في فيلم هو بيعملها بتجلي منه، بيبقى استعراض فني كامل. اكتر واحد ينفع يعمل فوازير لرمضان هو محمد سعد، فنان استعراضي من الدرجه الاولى. وكذلك كفوازير للفنانات هتلاقي دنيا سمير غانم في المقدمه. لو على محمد سعد كده احنا مش محتاجين نخمن لانه قدم فوازير قبل كده. لو شفت فوازير تياترو هتعرفوا انا بقول ايه. ده غير الاصوات اللي بيعملها. بصوا كده الصوت ده. صلي على النبي وصلي على النبي وصلي على النبي. كملنا في ايه؟ ماشي؟ كملنا في ايه؟ كملنا في ايه؟ كانت موهبه جباره بالنسبه للممثلين المحيطين بيه. بصوا اشرف عبد الباقي بيقول عليه ايه. ده ماتت واحد بيتكلم من بطنه، بيعمل اصوات اطفال، بيعمل مش عارف ايه. احنا كنا بنستمتع انا وكل زمايلنا اللي كانوا في نفس المهمه يعني. المهم فيلم عوكل نزل وجاب 20 مليون جنيه، وعريس من جاء منين نزل وجاب 15 مليون جنيه. لسه برضه محمد سعد والثالث سنه على التوالي رقم 1 كايرادات. هي القلعه اللي في مصر ولا قلعه في انهي بلد؟ ايه اللي قلعه في انهي بلد؟ عرفني قلعه في انهي بلد؟ ما قلعه مطرح ما قلعه، انا كنت واقف بتفرج عليها. هي مين دي؟ كان يوم ايه؟ يوم رجعت يا عوكل. كان يوم ايه ورجعت؟ انت هترجع في وش تاني؟ انا بسالك اليوم ده كان يوم ايه؟ الخميس 25. واليوم اللي قبله؟ الاربع 25. يبقى انت كنت هنا بقى الجمعه 25. ده كلام الناس العاقلين. يا ترى انت فين يا عوكل؟ عايش ولا حي؟ جيعان ولا شعبان؟ رجب ولا رمضان؟ مجدي انت قاعده هنا عوكل في التلفزيون مع شادية؟ شادية ايه؟ ايه ده هو بقى بيطير؟ ايه بتحكي ليه؟ ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ ايه يابا انت غسل سنانك في ايه؟ عمال تضحك في ايه؟ احنا لا بتوع مسحوق ولا زيت. امال انتوا مين يا ابني؟ غلطتني. انتوا بتوع الكاميرا اللي في الملعب؟ اخش اجيب لك راجل عيق من الاهلي؟ انت تعرفي حد اسمه عوكل؟ وانا اعرفها حد في الدار. يا ساش من فضلك افتحي من غير ما تتكلمي خالص. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني. صاروخ في مجاميعك. هشوف افلام قديمه كتير. بقول لك بقدر اشرب كاس، يعني افكر ويشرب كاس في ساعه، هيشرب كاس العالم. طويل حتى يا ود اعتبر الفتره دي قاعد في المهندسين وسايبني. مهندسين بقى جاي خريج للدقن قد كده، رحت واقفين في صدري. راح فين؟ فانا بحب قلت له لا انت هتفرحوا فينا، هتفرحوا فينا يا ولا يا ولا يا ولا خش احنا بعد كده وتقول كده يا ولا خليك ما تبقاش عبيط. به خارج البلاد نأخذ من كل رجل قبيله. ستوب. ايه اللي انت بتقوله ده؟ معلش يا استاذ. نأخذ من كل رجل قبيله. اوعوا ادونا فرصه بقى. نأخذ من كل رجل لعيبه. في بوقي خش. ايه ده انت عندكم ماتش باسكت ولا ايه؟ اخرس. بينزل في السنه اللي بعديها ببوحه. الموسم ده كان نازل قدامه عتاوله: احمد حلمي بزكي شاهين، كريم عبد العزيز بابو علي، احمد عز بملك اسكندريه، احمد السقا بحرب ايطاليا، هنيدي بيانا يا خالتي، الزعيم بالسفاره في العماره. كل الافلام دي ما عدتش حاجز ال 16 مليون. هم كمان عايزين يبقوا في اول المراكز. بقى الله الله على الجد.
والجد يلا يلا عليه، واللي ينكسف من بنت عمه ما يجيبش منها خضار. بعدين فجأة بقى عندهم محلات، وفجأة بقى عندهم القضايا دي. في يا بوحة سعادتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ بكلمك انت طبعا. بص يا زميلي، انا عايزك تبلغ على الضابط اشرف. اشرف مين؟ امال اسمه ضابط ايه؟ الضابط ماهر. بيبلغ ان هو فدا البلد. قول للضابط مجدي كده. مجدي مين؟ الضابط ماهر. مرشد عشان نوقع بوحة في القضية. شوف يا نهار يا عم، ما تدوا له بق من اللي متعلق ورا ده. اكتر فنان جاب الايرادات لاحمد السبكي: محمد سعد، محمد رمضان، حسن الرداد. محمد سعد. يعني عندك احمد حلمي عمل 3 افلام، ظرف طارق، جعلتني مجرما، ومطب صناعي. وعندك كريم عبد العزيز نزل بفيلمين، في محطة مصر وواحد من الناس. وعادل امام جاب كل النجوم اللي على الساحه كانوا في مصر وقتها وحطهم في فيلم واحد، وعمل بيهم عمارة يعقوبيان، وبقى رقم 1 في 2006. واحمد حلمي بظرف طارق رقم 2، وسعد رقم 3 ب 17 مليون جنيه بفيلم كتكوت اللي بذل فيه برضه مجهود مش طبيعي. طب ممكن تطلب لي حاجه اشربها؟ اطلبك طبعا. ده ازاي؟ جرسون جرسون جرسون، تعال انت ايه؟ قاطش ودانك ومعدي. مش عمال اقول جرسون 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 جرسون. انا اسف. انت متسئل. قوم حضرتك. مش انا اللي اعمر، انت بس. شوف المدمزات تشرب ايه الاول. ليدز فيرست. اموري. اشرب بلاك ليبل بالسودا. يا خبر، تصوري انت خدتيها من على شفتايا؟ انا ما بشربش غير المشروب ده. بليز انا كمان عايز بلاك تيبل مع صودا مع كبريتات حديدوز زي ثاني اكسيد الكرتون زي خل. بليز. و2 شاليمو. تاخد شاليمو؟ لا مش هقدر، مش هعرف اتغدى كويس. شاليمو السنه اللي بعدها بينزل بكركر اللي كان اقل من كتكوت من وجهه نظري، وكان نازل قدامه افلام بتموت: الجزيره، مرجان احمد مرجان، كده رضا، عمر وسلمى، حين ميسره. فالسنه دي محمد سعد كان بره التوب 5، جه في المركز السادس ب 18 مليون جنيه. ورقم 1 في السنه دي كان عمر وسلمى اللي جاب 24 مليون جنيه، اللي كان بدايه طفره تامر حسني. تيجي كده بين يوم وهيصه وفجاه كده كلها تروح هراء. لا يا سكتر، لا، الفلوس بتاعتي عمرها ما تروح هراء ابدا ابدا، ولا تديها البهاء. اكل واكلتك. جبنه رومي جبت لك، جبنه فرمنك جبت لك، جبنه المثلثات يا بشتري جبت لك. انا هاجي معاك لسببين. السبب الثالث اللي ما اعرفش العنوان. قلبي على ولد قطر وقلبي قطر على البحرين. لا يا ابني ادخل ادخل، ما خلاص مش اتزفيت. تم تتعتع تم تعتع قلبي ووش رجلي غضبانين عليك. اتكهرب في ميه، يعني يدخله كهرباء وميه. يعني اروح اقدم له على العداد ده. عرف يربي ابنه كويس، ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب. يا رب ارزقها بالحلال، ارزقها بالحلال يا رب. ابعد يا رب. لا 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 لا، ايه حناوي؟ خالي حناوي؟ خالي حناوي هو شاف شكلي قبل كده؟ خالي حناوي اخر مره شافني فيها ما شافنيش فيها. عايش في سويسرا على طول حياته عايش هناك. يصحى سويسرا، ينام سويسرا، يتغدى سويسرا، ياكل سويسرا. اللي عاوزها تكون لابني كركر واحده من فصيله دمه. هي وهو يبقوا الاثنين اخوات ويتجوزوا بعض. هل من عندكم فتيات؟ هل عندكم من فتيات؟ هل لكم ابناء؟ وبدلعون يقول لي يا كازرة. يقولك ايه؟ كازرة. اموت في ضحكتك يا بنت. فعلا انا وابن عمي الغريب وانا وبنت عمي على السرير هنا موجودة هنا. دول السبب دول السبب. لا 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 دول السبب. ما تعمليش كده ما تعمليش كده. سيبيني افكرهم. سيبيني افكرهم. لا لا اضرب امه على دماغه، هضرب امه على دماغه، هضربه على دماغه. اول ما يخش عليا اروح ضربه على دماغه ينام.
في السنه اللي بعديها عمل بوشكاش. الفيلم ده ليه جماهيريه كبيره جدا، لو دخلت دلوقتي على الفيس هتلاقي الميمز بتاعته مغرقه الدنيا او في اي حته. الفيلم جاب 15 مليون جنيه وجه في المركز الخامس. بس محمد سعد كان زعلان جدا لان دي كانت بدايه انحدار محمد سعد، لان سعد ما كانش متعود ان افلامه ما بتقلش عن ال 20 مليون جنيه، لكن هنا بقى كانت بدايه السقوط. ذكريات اسد 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 واقف في قلب الشبكه، استحاله حد يعدي. حيطه خرسانيه، خط 18 محدش بيشوفه ولا 19. راجل الكلام ده حاسب بص حاسب. انت سلعاوي؟ عجيبه، شكلك مختلف تماما عن ما بتطلع في التليفون. مين البت دي؟ دي بنت مذيعة شايفة نفسها حبتين. شايفه نفسها بتقف قدام المرايه كتير يعني ولا ايه؟ هتضحك تاني؟ خلاص البرنامج حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ انتوا ارخص ولا عايز الدخيله؟ بيس يا مان بيس. انا مش فاهم يعني ايه اللطيف؟ اللي بقوله ده ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. ثانية واحدة. يا نهار اسود. انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ بعدها بسنتين سنة 2010 قال لك ارجع بالشخصية اللي خلتني رقم 1. نزل بالليمبي 8 جيجا وهنا كانت الناس زهقت. الموسم ده كان فيه عسل اسود، يعني شكل الكوميديا كان اتغير تماما والناس بقت بتميل اكتر لافلام احمد حلمي. فالفيلم نزل وحقق نجاح ملحوظ مش اللي متعودين عليه برضه من محمد سعد. الناس بدأت تحب الكوميديا السهلة اكتر في الوقت ده اللي كانت من اختصاص احمد حلمي. سنة 2011 سنة الثورة بينزل محمد سعد بفيلم تك تك بوم اللي كان من وجهة نظري فيلم سيء، وهو كان ممكن يطلع منه فكرة حلوة بما انه فيلم كوميدي سياسي بيحكي عن الفترة اللي نزل فيها الفيلم، فترة ثورة 25 يناير. بس الفكرة حدثت منه شمال خالص، وطبعا الفيلم ما جابش ايرادات خالص لانه نزل ساعة الثورة اللي ساعتها محدش كان بينزل يجيب لبن من تحت البيت، مش يروح سينما بقى. سنة 2012 نزل بمسلسل شمس الأنصاري اللي كان حلو نوعا ما وكان من إنتاج محمد سعد. المسلسل اللي بسببه حصل مشاكل كتيرة ومحمد سعد اتنصب عليه في المسلسل ده من أكتر من قناة تلفزيونية، ومحمد سعد هو اللي وضح ده بنفسه مع خير رمضان سنة 2014. سنة 2013 بينزل محمد سعد بفيلم تتح اللي منجحش قوي برضه بسبب ثورة يوليو 2013. محمد سعد حظه وحش قوي مع أي ثورة، وحظه وحش لأنه زي ما قال السبكي إن لولا الثورة لكان فيلم تتح جاب أعلى إيرادات في الموسم ده. انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحة الوسخة دي؟ دي مية طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طبخة رجلين جوزك النهارده؟ ادخل يا استفرشه. حاضر يا معلم. الله، هم فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ ايه بقبوقي مزعرن دي؟ بقبوقي مزعرن. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح؟ لا ويا تتح خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ بصلحك يا حفوه. ايه التكاتك اللي جايبه ترقص دي؟ ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع بانجو في قلب الكيس البلاستيك بتاع الخضار حضرتك. سندوتش سم قاتل اكيد حنظام. سنة 2014 بيعمل مسلسل اسمه فيفا قطاطا، نجح نجاح ملحوظ في الموسم اللي نزل فيه المسلسل. بعدها بسنة محمد سعد قال لك الناس حبت شخصية تتح اما كرههم فيها بقى وعملنا فيلم حياتي مبهدلة. هو ما كانش قصده يكرهنا في الشخصية ولا حاجة، هو حس ان فيلم تتح الاولاني اتظلم وما خدش حقه بسبب الثورة فعمل جزء تاني، وللاسف الفيلم هو كمان ما نجحش. ودي مشكلة محمد سعد الاولى والاخيرة، التكرار هو اوحش فخ يقع فيه اي ممثل. شوف من رقم 1 في الايرادات لممثل افلامه ما بتعديش ال 10 مليون جنيه ايرادات. فيلم تحت الترابيزه نزل في السنه اللي بعديها وكان فيلم هابط جدا وحقق اقل ايرادات في تاريخ محمد سعد. سنه 2017 بيجي شريف عرفة بينتشله من الهم ده كله وبيديله شخصيه بشر باشا لانه عارف كويس جدا قدرات محمد سعد التمثيليه عامله ازاي وانه احسن موهبه هتلعب الشخصيه دي، فوره لنا بشكل جديد تماما عن محمد سعد. وقدر سعد انه يقدم شخصيه مش هبالغ لو قلت انها من افضل الشخصيات في الالفيه الجديده من ناحيه الاداء التمثيلي. الراجل ابهر مصر كلها في الفيلم ده واستكروه جامد جدا، بس هو كان افضلهم اداء استثنائي من محمد سعد. كواليس الفيلم استاذ محمد سعد انا كنت بقعد جنب استاذ شريف على المونيتور بقعد اتفرج عليه مش مصدق نفسي. ايه ده كان من الحاجات الصعبه ايه ده جدا. وبعدين فجاه في كاركتر ممثل عبقري تاني خالص مليان مشاعر ومليان قوه. يعني كان في
مشهد تحديدا في الكباريه، اللحظه اللي هو بيقرر فيها ان اتقلب انتوا انا هجيبك، يعني انا هعرف اجيبك ازاي. اللقطه دي انا قاعده مش عارفه اقفل بوقي، مش مصدقه نفسي قاعده على المونيتور منبهره. فلا يعني كانت متعه جدا الشغل معاه. بعدها بسنتين يعمل محمد حسين فيلم كويس وحقق نجاح كبير جدا لما نزل على التلفزيون. في نفس السنة 2019 بيقدم فيلم الكنز 2، واكتر حاجة مضايقاني من الفيلم ده انه ما جابش ايرادات، بس برضو ده كان نازل وسط مدعكة الفيل الازرق وولاد رزق، مدعكة يعني. نفسي محمد سعد يستغل من جانب المنتجين اكتر من كده ومن شركات انتاج متنوعة، لانه بجد ممثل بيجيد اي شخصية، قادر يلعب اي شخصيه ويبدع فيها. لازم المنتجين يستغلوا الموهبه الجامده دي. عايز تعرف موهبه محمد سعد الحقيقيه في التراجيدي؟ شوف المشهد البسيط ده. أصابته الحمى حين كان في أسبانيا، وكلما ألمت به النوبة كنت ألحظ كيف ارتعد، وشفتاه الجبانتان هربة من لونهما، ونفس تلك العين التي رمقة منها تروع العالم فقدت بريقها. مبسوط جدا بعودة محمد سعد في فيلم الدشاش اللي نصف محمد سعد وكسر الدنيا وجاب 76 مليون جنيه إيرادات. سعيد جدا بالعودة دي لأن محمد سعد بجد حالة وطاقة فنية جبارة. وبس كده، انزل بعمل لايك واشتراك وكل الحاجات الجميلة دي. كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بتتر النهاية.